وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ما زلنا مع فيديوهات، تسجيل فيديوهات حالات شوفيات. فالأخت أعطينا الأعراض اللي كانوا عندك، شنو اللي كنتي كتعاني منه. ارفعي الصوت ديالك باش يكون مسموع ان شاء الله. في الاول ما كنتش عارفه بلي ممكن يكون مس او سميتو، يعني في البيت ديالي ما كنتش الدار ما كندخلش ليها بزاف اغلبيه الوقت في القرايه، ولكن فاش كندخل ما كنبغي نهضر مع حتى شي حد. الصوت ديال الام ديالي ما كنبغيش نسمعو، الا سمعتو كنتضايق بزاف، يعني كندخل البيت كنسد عليا خصني ما نسمعهاش. يعني القرآن كتحيد القرآن ما نقدرش نقرا، حيت اي فوا كنهز مثلا القرآن كنبغي نقرا الضبابه كتكون على عيني، ما كنقدرش باقي نشوف. هذه المسألة هذه نوقفوا عليها، لأن كاين بعض الناس مثلا كيقول لك إنسان ما عنده ما يدير براقي، خصو يرقي راسو براسو كذا. دائما كيتكرر هذه المسألة هذه، خصوصا من الناس اللي ما كيامنوش بهذه المسائل نهائيا ديال الرقية وديال الجن وكذا وهذه المسائل. فدائما كنتكلم على هذه النقطة، هي الأخت دابا تكلمات عليها، ديال الناس اللي كاين ناس يقدر يرقي راسو، يكون باقي ما مصاب ما والو، يرقي راسو يصلي الصلاه ديالو، الاذكار ديالو كذا. هاد المسائل كاين شي وحدين كيقول لك مثلا علاش هادشي ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش الصحابه. كيفاش غيكون هادشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا كلهم رقاة، كانوا كلهم محافظين على الصلاه ديالهم، كلهم يعني كيصليو في الجماعه، كيديروا الاذكار ديالهم وكذا. فهي الاخت دابا حاليا قالت لك انها كتهز المصحف كتبغي تقرا الضبابه في عينها، كي غدير هاد السيده حتى غترقي راسها. كاين بعض الحالات اللي كيجيو عندنا اللي كيتوضا من بعد كيحضر الجن اللي فيه، لا ما غيصليش، ما يصليش. كاين حالات اللي دازوا عندنا هنا في رمضان، الجن اللي فيها كيطلع في رمضان وكيشرب الماء وكيقول لها ما غتصومش. الله عز وجل هنا عذرها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي ثلاثه، الخطا والنسيان والسكريات عليه. فهذه داخله في ما السكريات عليه، يعني كاين حالات اللي كيكون عندها مس كلي. فهذه النقطه غير بغيت نوضحها. كملي اختي، قلتي ملي كتبغي تقراي. الملاحظه على هادشي اللي قلتي، ان الانسان يقدر يرقي راسو براسو في الدار. انا من الناس اللي داروا رقيه في الدار، يعني كندير رقيه شرعيه وكنسمع لها وكنهضر، يعني كنقول داكشي كامل اللي كنشوف وكنحس به. عندك مس ازدواجي، يعني كتكوني عاقله وما محكماش في راسك. كنديرها مره وجوج وثلاثه، ولكن باش يكون علاج بحال هذا الحمد لله، او ديك الراحه اللي حسيت بها من وراء، يعني وراء هاد الرقيه اللي درت البارح، يعني الحمد لله خير ان شاء الله. شحال ديال المده وانت كتعاني من هادشي؟ يعني ما كنتش عارفه شحال، حيت يمكن كان المشكل عندي وانا ما حاساش. كيفاش اكتشفتي اول مره؟ شحال ديال المده هذه؟ ماشي بزاف، ماشي بزاف. كنت كنسمع بحال الفيديوهات ديالك، جزاك الله خيرا كاع دوك الفيديوهات اللي كتلوح، كنت كنسمعهم، ودوك الاعراض اللي كتقول كاملهم كنحس بهم باللي كاينين. يعني ما بقيتش كنحمل نهضر مع الناس، كنبغي نبقى بوحدي، كنسد عليا البيت نطفي الضوء، يعني الضوء ما كنحملش نبقى في الضوء. بالنسبه الصلاه ما كنقدرش نداوم عليها. البارح فاش جيتي، يعني جيتي رجليك مشلولين؟ ماشي هي اصلا كانت مشلوله، ديجا كانت مشلوله، لا كانت كتمشي عادي. ولكن هنا في المركز، هنا ملي كانت في المركز هنايا، هو تكلم الجن، ملي تكلم قال لها جيتي عنده تحديتيني، انا غادي انا نشلك. فالبارح يعني دخلوها وهي رجليها ما عندهاش. ماشي المهم خير ان شاء الله. دابا كتحسي براسك مزيان، تسنتي الرقيه دابا عادي مرتاحه، ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. نسال الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير والصلاح. واحد الاشاره قبل من نختموا، ربما يقدر يسمع اي واحد الفيديو على ان السيده جات البارح دارت الرقيه، اليوم بخير تعالجات. ماشي كلشي بحال هكا، باش نكونوا واضحين. يعني كاين حالات اللي كيسر الله تحسها جوج، كاين حالات اللي مستعصيه خصها وقت، غير باش الناس ما تاخذش الفكره غلطه. نعم اختي. حيت انا الرقيه كنت كنديرها قبل ما نجي، كنت كنسمع الرقيه ديالك انت اللي حنت في اليوتيوب، كنت كنسمعها وكنت كنهضر وكنتحرك، ما كنتحكمش في راسي، يعني اي حاجه كنقولها لهم. غير اللي بغيت نوضح الناس، لان كاين بعض الناس كيسحبوك عندك عصا موسى ولا خاتم سليمان، صافي كيجي عندك الانسان كطقطق تعالج مشى. غير باش نبينوا على ان الناس كاين حالات اللي كيتعالجوا دغيا، وكاين حالات اللي كتطلب الوقت، بحال انسان مريض بالسرطان، وكاين انسان اللي مريض مثلا بالحلاقام ولا مريض بشي حاجه. كاين اللي عنده مثلا في عينيه الجلاله، وكاين اللي عنده السواح غيمشي ياخذ الدواء غيتعالج، وكاين اللي عنده الجلاله خصو عمليه وخصو كذا. يعني ما نقارنوش من هذه الحالات هذه. ونسال الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير والصلاح، انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله.